اقسم بالله هتتسببوا في تخلفي العقلي وانا مش ناقصه. انا هبله لوحدي يا جماعه اساسا. فتحت المسجات، قلت يا بت يا شاهي اضربي غطس في المسجات، اعرفي مشاكل الناس يا بت علشان تحسي بالكده. المهم فجات لي كده رساله، انا ما بقتش فاهمه الستات، كام رساله ورا بعض انا مش فاهمه الستات حقيقي. واحده بعتالي تقول لي يا شاهي انا مخطوبه، لا 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 مبروك يا بت. المهم اتخطبت لواحد شغال في الخليج. حلو حلو، مع اني ما بحبش اللونج ديستنس ريليشن شيب، بس اوكي ربنا يبارك لك يا رب يا بنتي. المهم حصل ان هما الاتنين قاعدين في مكالمه عاطفيه مع بعض، قامت فتحت معاه ظروف او احوال الماديات ساعه الجواز. انا ما اعرفش ليه احنا كمخطوبين مطلوب مننا ان احنا نتكلم في موضوع زي ده، بس نقول يا ستي بتحط نقط على الحروف ولا عيب ولا حرام، عادي من حقكم. انا اللي اوفر خلاص. اصل انا مش فاهمه يعني ايه اكلم خطيبي اقول له مين فينا اللي هيصرف على البيت؟ ما هو طبيعي هو اللي يصرف على البيت. يعني انا ليه بديله اوبشن؟ انا ليه بحط احتمال تاني يا زي الطبيعي ان هو انا ملزومه منه وان هو هيصرف على البيت. انا مش فاهمه ليه اتكلم في حاجه زي كده. ما علينا، انا حشريه وانا اسفه. شوفي انا اسفه. قعدت تقول له البنيه هو مين فينا اللي هيصرف على البيت وعليا؟ فقال لها طبعا انا اللي ملزوم، الراجل يشكر ايده نبوسها. قال لها وانتي كمان ليكي مصروف كل شهر. قالت له طب لا انا عايزه اشتغل، وخصوصا ان هي هتسافر تشتغل معايا في الخليج يعني. فقلت البت عايزه تكون نفسها، ويا بت يا شيخ ما تبقيش اوفر كده ومتحيزه. اوكي ماشي حلو. قال لها طبعا حقك ان انت تشتغلي، ومرتبك اكيد ليكي تجيبي بيه كل احتياجاتك، وانا مش دعوه مرتبك، كده كده انت ليكي مصروفك الشهري اللي هتاخديه مني كل شهر. حلو، نبوس ايده تاني مره علشان نعرف قيمه هذا الرجل العظيم. المهم فقامت قالت له بقى ايه، طيب دلوقتي في حاله ان انا نزلت اجازه، بص بندور على النكد بشمعه، اقسم احنا مش هنهمد، احنا مش هنهمد. دلوقتي انا نزلت اجازه مصر لاهلي، مين اللي هيصرف في الاجازه دي؟ فقال لها لو قاعده في بيتي اللي هو بيت الزوجيه انا اكيد مطالب اصرف عليكي واصرف وافتح البيت. لو قاعده عند اهلك فاكيد هبعت لك مصروفك الشهري، لكن انا شايف انه عيبه في حق باباكي ان انا اصرف على بيته. فقامت هي قالت له لا عادي تصرف عليا وانا واهلي في وقت وجودي بيت اهلي. الراجل قال لها لا انا مش شايف ان ده اصلا مفروض، يعني ده احراجا لباباكي، يعني لا مش هينفع اعمل ده. فقامت قالت له طب سؤال تاني، افترض انا دلوقتي، ما هو بص النكد ورانا احنا مش هننكد ولا ايه؟ قومي يا ولا ننكد ولا معلش قبل الاختبار التاني. طب ده انا نزلت انا واهلي بره نقعد في حته، فقال لها لو انا موجود اكيد انا اللي هدفع الترابيزه كلها، لكن لو انت اللي هتخرجي معاهم لوحدك اكيد باباكي هو اللي هيحاسب لك، او انت عايزه تشيلي حسابك انت حره، انت معاكي مصروفك، عايز تعزميهم انت حره. الراجل نبوس ايده لتالت مره شكرانيه لان هو جميل جميل. فالاختبار بقى، نيجي للاختبار، هي ما هديتش. قالت له طب افترض دلوقتي انا عايزه اجيبهم زياره عندي في الخليج يعني. فقال لها مفيش مشكله، اكيد انا هتكفل بزيارتهم واتكفل بسكنهم ويشرفوني وينوروني ويعني فوق راسي. فقلت له طب افترض بقى وهم نازلين عايزين يشتروا هدايا لاهلي لباقي الفاميلي بقى، مين هيجيب الهدايا دي؟ فقال لها لا انا مش ملزم ان انا اجيب هدايا لباقي عيلتك، يعني انت اهلك عايزين يجيبوا هدايا لا مؤاخذه بقى على قد يور ليجز، على قد يور لحاف مد يور ليجز، على قد لحافك مد رجليكي يما. يعني انت رايحه تجيبي اهلك زياره على قفا الراجل، وتجيبي هدايا لعيلتك على قفا الراجل؟ انت متجوزاه صفقه يا امي، مش جوازه دي. الراجل يعني يشكر قفل النقاش بان نشوف وقتها. يعني الراجل حتى بصوا النكد اهو، لا انا هجري اهو، ما عندوش استعداد للنكد. بس هي لا، شاهي انا حاسه ان اتسرعت، شاهي انا عايزه اسيبه، سيبيه انا هجوزه. لا انا عندي عروس، سيبيه. خلي بالك اللي زي ده ملوش امان، اسمعي مني، لا ملوش امان، لا انت ليكي حد تاني احسن منه، انا هشوف لك حد تاني وسيبيه، ده انا هجوزه بمعرفتي. ايها الرجل اهرب اهرب. تشاء الصدفه سبحان الله، الرساله اللي بعديها على طول كانت واحده بعتالي تقول لي شاهي انا خطيبي بخيل جدا. خطيب ازاي؟ خطيبي ايه بخيل ازاي يا حبيبتي انت؟ بصي يا شاهي خطيبي من ساعه ما اتخطبنا ما بيجيبليش هدايا خالص. قلت لها لا وحشه دي، وحشه يا بت، لا برضو الخطوبه تحب الهدايا والجواز يحب الهدايا، اما ليه احنا في كل الاحوال نحب الهدايا. فقامت قالت لي لا ده ما بيجيبليش هدايا خالص يا شاهي، ده بخيل جدا. فقلت لها طيب يعني لما بتنزلوا مع بعض هو بيدفع؟ قالت لي اه. قلت لها بيسيبك تطلبي اللي انت عايزاه؟ قالت لي اه. بس يا شاهي في المناسبات يعني مش بيجيب لي هدايا، يعني المولد، عيد ميلاد، راس السنه، الحاجات دي مش بيجيب لي فيها هدايا.
فانا قلت لها طب ما هو اصل هو البخيل بيبقى بخيل في كله، طب كلميني اكتر عنه. بصراحه يا شاهي اصل انا كل اللي بحتاجه بقول له عليه فبيجيبهولي، بس ما بيجيبليش هدايا. خدتولوا بالكم؟ خدتولي بالكم كلكم؟ هو بيجيب لها اللي نفسها فيه بس ما بيجيبلهاش هدايا. الواد ده وحش، الواد ده وحش، سيبيه زي اللي قبله، انا هجوزه بمعرفتي. بنت قلبي ما انتوا مخطوبين، هو مش ملزوم يجيب لك حاجه اصلا، فكون ان هو بيجيب لك كل احتياجاتك ده بيشمل الهدايا مامي، بيشمل الهدايا حبيبتي. ما تعقدوناش، مش عايزين قله ادب بقى، احمدوا ربنا على النعمه اللي انتوا فيه. انتوا عايزين ايه؟